السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الأرض وجعل فيها رواسي، والصلاة والسلام على من مشى في الصحاري فعلمنا الصبر. أما بعد، في أقصى الجنوب الغربي من قارة أفريقيا، حيث يلتقي المحيط الأطلسي بالرمال الحمراء، تقع صحراء لا تشبه أي صحراء في العالم. صحراء عاشت 80 مليون سنة بلا توقف. صحراء رأت الديناصورات تموت، ورأت الجليد يغطي الأرض، وظلت هي واقفة كما هي. هذه الصحراء تسمى ناميب، وهي أعرق صحراء في تاريخ الكوكب. ولكي نفهم لماذا تسمى ناميب بأعرق صحراء، لابد أن نعرف معنى كلمة صحراء. الصحراء ليست كل مكان لا ماء فيه، بل الصحراء هي المكان الذي يقل فيه المطر عن 200 ملم في السنة. وناميب لا يسقط فيها أكثر من 10 ملم في السنة، وهذا يعني أنها أجف من صحراء الصحراء نفسها. وقد بدأت ناميب في التكون قبل 80 مليون سنة، في عصر الديناصورات. وفي ذلك الوقت كان المحيط الأطلسي يبدأ في الانفصال عن أفريقيا، ومع هذا الانفصال تكون تيار بحري بارد يسمى تيار بنديلا. وهذا التيار يمر على ساحل ناميب، فيبرد الهواء فوقه. وعندما يأتي الهواء الدافئ من الصحراء ويلتقي بالهواء البارد، لا يتكون المطر، بل يتكون الضباب. وهذا الضباب هو سر حياة ناميب. نعم، ناميب لا تمطر، لكنها تضب. وكل صباح يأتي الضباب من المحيط، ويزحف فوق الكثبان الرمالية الحمراء. وهذا الضباب هو الذي تشرب منه الحيوانات، وهو الذي تعيش عليه النباتات. ولذلك تجد في ناميب أشجارا وحيوانات لا توجد في مكان آخر في العالم. ومن أغرب نباتات ناميب نبات يسمى ويلويتشيا. وهذا النبات لا يملك إلا ورقتين فقط، وتظلان تنموان طوال حياته. وقد يعيش ويلويتشيا أكثر من 1000 سنة. وقد وجد العلماء نباتا منه عمره 1700 سنة. وهذا يعني أنه كان حيا قبل أن يولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الحيوانات في ناميب، فهي أعجب من نباتاتها. فهناك خنفساء تسمى خنفساء الضباب، وهذه الخنفساء لا تجد الماء لتشربه، فتصعد إلى قمة الكثيب الرمالي، وتقف ورأسها إلى أسفل. وعندما يأتي الضباب، يتكثف الماء على جسمها، ويجري إلى فمها. وهكذا تشرب من غير أن يكون هناك نهر أو بئر. كذلك تعيش في ناميب أسود الصحراء. وهذه الأسود أصغر حجماً من أسود السافانا، لأنها تعيش في بيئة قاسية. وقد تعلمت أن تشرب من دم فرائسها، وأن تمشي 100 كيلومتر بلا ماء. وقد عاشت هذه الأسود في ناميب قبل أن يأتي الإنسان إلى أفريقيا. والإنسان نفسه وصل إلى ناميب قبل 100,000 سنة. وقد وجد علماء الآثار في كهوف ناميب رسوماً على الصخور ترجع إلى 30,000 سنة. وهذه الرسوم تظهر حيوانات وبشرا يرقصون. وهذا يعني أن الإنسان كان يعيش في ناميب، ويحتفل بالحياة رغم قسوة الصحراء. ولكن أعظم ما في ناميب ليس الحيوانات ولا النباتات، بل هي الكثبان الرمالية نفسها. فهناك كثيب يسمى ديون 45، وارتفاعه 445 مترا. وهذا يعني أنه أعلى من برج خليفة. وقد تكون هذا الكثيب خلال 5 ملايين سنة. وكل حبة رمل فيه قد دارت حول العالم 1000 مرة قبل أن تستقر هنا. وسميت الصحراء ناميب بلغة شعب ناما، ومعناها المكان الواسع. وهذا الاسم يناسبها جدا، فمساحتها 80,000 كيلومتر مربع. وهي تمتد من أنغولا في الشمال إلى جنوب أفريقيا في الجنوب. ولكن أكثر جزء جميل فيها هو الجزء الواقع في دولة ناميبيا. ومن العجيب أن ناميب لم تكن دائما صحراء، فقبل 200 مليون سنة كانت غابة مطيرة، وقبل 50 مليون سنة كانت بحرا. وقد وجد العلماء في صخورها حفريات لأسماك وقواقع. وهذا يعني أن الأرض تتغير، ولكن ناميب ظلت صامدة. والآن في عام 2026 صارت ناميب مقصدا للسياح من كل العالم، ويأتون ليروا الكثبان الحمراء عند الغروب، حيث يتحول لون الرمال إلى ذهب خالص.
ويأتون ليروا هيكل السفينة إدوارد بوهلن التي غرقت في عام 1909 وصارت الآن في وسط الصحراء بعد أن ابتعد البحر عنها 100 متر في كل سنة. ولكن أهم درس نتعلمه من ناميب هو درس الصبر، فقد عاشت هذه الصحراء 80 مليون سنة بلا ماء وبلا رحمة، ولكنها لم تمت، بل خلقت حياة خاصة بها. وهكذا يجب أن يكون الإنسان، إذا ضاقت عليه الأرض فليخلق لنفسه حياة جديدة. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وفي الأرض آيات للموقنين. وناميب واحدة من هذه الآيات، آية تخبرنا أن الحياة لا تحتاج إلى الماء الكثير لتستمر، بل تحتاج إلى الإرادة. وفي النهاية، إذا سألت لماذا ناميب أعرق من صحراء الصحراء؟ فالجواب أن الصحراء كانت بحرا قبل 5000 سنة، أما ناميب فقد كانت صحراء قبل أن يظهر الإنسان العاقل على وجه الأرض. فالسلام على ناميب أم الصحاري، والسلام على كل ذرة رمل فيها شهدت على تاريخ الأرض قبل أن يكتب التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصادر: 1. ماري سيلي، ناميب، أقدم صحراء في العالم، دار النشر الجامعي، أكسفورد 2023. 2. المجلة الدورية لعلوم الأرض، العدد 45، سنة 2024. تكون صحراء ناميب وتأثير تيار بنديلا. 3. منظمة اليونسكو، موقع ناميب ساندسي، ملف الترشيح لقائمة التراث العالمي 2013. 4. الدكتور بيرنيد فون هولتن، الحياة في صحراء ناميب، ترجمة سامي أحمد، دار الشروق. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.